نحن اليوم في أحد المحلات التجارية في محلات حلويات لولي حي الناصرية. ندخل نشوف. السلام عليكم حبيبنا، الله يجزاك خير ان شاء الله. احنا سعيدين بيك يا اخي اننا نكون في محلك. الله يجزاك خير ان شاء الله. ليله كاميرتنا متجوله معاك في حلويات لولي، سعيدين بك كل السعاده. والله يا اخي الاسعد يا اخي. الله يجزاك خير ان شاء الله. المجموعه الطيبه دي يا اخي الله يديك العافيه. الله يديك العافيه. دايرين نعمل معاك لقاء بسيط. حبايبنا والله. الله يجزاك خير ان شاء الله. جزاك الله خير. الله يجزاك خير. اسعد الله مساكم بكل خير. الكاميرا اليوم متجوله في احد الاحياء الرياض الناصريه في احد المحلات التجاريه حلويات لولي خلف اسواق المزرعه مقابل مركز العباقر. السلام عليكم. عليكم السلام ود الزين. والله شرفتونا يا اخي انت وشبابك الحلوين، ونحن سعيدين بزيارتكم والله يا اخي للامانه. احنا الاسعد، احنا والله سعيدين اليوم نكون في قصه نجاح اخرى. المحل التجاري الجميل حلويات لولي الباسطه السودانيه الاصيله. حبيبي والله يا ود الزين، ونحن ذاته حبينا ننقل الناس لفكره جميله من عالم الحلويات السوداني على اساس انه ننقل المنتج السوداني بشكل يكون مشرق ومشرف. فعملنا كثير على انه المنظومه تكون متكامله، تصنيع زايد عرض، ودي الحاجه اللي احنا بنعتبرها اضافه للسوق السوداني داخل السعوديه. وان شاء الله يعني الناس تحذو حذونا ونقدم الوجه المشرق للحلويات السودانيه. انا شايف ملاحظ في المحل عندك مصنع متكامل الصناعه جميع الحلويات السودانيه. والله اكيد يا اخي، الفكره في انه تكامل المصنع بيدي لانه الزبون بياخذ الحاجه الطازجه، دي الشيء الاول. والشيء الثاني في الحلويات هي مذاق بيختلف من انسان لانسان، فنحن كل انسان بنركب له حسب الحاجه اللي هو عايزها بالشكل المناسب، لانه الدوره بتاعت المنتج عندنا متكامله يعني. جميع الحلويات بانواع عندك، طريقه التصنيع، المواد. والله شوف نحن يا ود الزين الشغل بتاع الحلويات والباسطه فيه اقسام كثيره يعني. فمن ضمن الاقسام عندنا قسم المعجنات، تمام. بعد ذاك عندنا التستيف للورق بجميع اشكاله وانواعه. فالشباب الحلوين هنا يعني احنا نتكلم عنهم كلام بسيط وجميل في حقهم. احنا ممكن عندنا اخونا الكبير اسمه رضا احمد محمد عبد الله. رضا ده ما يقارب ال 35 سنه او ال 40 سنه في مجال الحلويات. اي اسم كبير مثلا بالنسبه لناس الخرطوم حلويات سلا، حلويات لولي، اولاد الزبير. بالنسبه لناس ام درمان عندنا هافانا وابو جبه وعين على سيقا. بالنسبه لناس بحري الحديث والمصنع التركي. اي مصنع من المصانع دي الراجل ده عنده فيه بصمه كبيره جدا جدا. وده كان الهدف الاساسي من نقل الفكره من المصانع الجميله اللي هو اشتغل فيها في السودان لتطوير المنتج السوداني داخل المملكه العربيه السعوديه يا زين. انا ملاحظ انه عندك المصنع في المحل وعندك المعرض مباشره مصاحب، ودي الفكره الاساسيه، لانه احنا حتى اسعارنا اسعار تشجيعيه جدا، وعندنا باسطه لكل الفئات بما فيهم ناس السكري. وبتلقوا ان سعرنا بيختلف من الحتات الثانيه لانه التصنيع حقنا ذاتي، عشان كده الاسعار تشجيعيه جدا ومقبوله جدا وبترضي اذواق كل الزوار ان شاء الله تعالى. احنا سعيدين باننا نكون في محلاتك الجميله. والله يا اخي يا ود الزين انا الازعد بيك وبالشباب الحلوين اللي معاك ديل. فصراحه كانت زياره جميله جدا جدا، ودائما بيقول شنو الغادر ان شاء الله حيكون احلى معانا ومعاكم. ونتمنى انها تكون سنه سعيده علينا وعلى الشعب السوداني، والناس تتناسى فيها مآلات الحرب والمشاكل اللي حصلت في السودان، وكل الناس تكون جميله وحلوه ومتصافيه يا ود الزين يا حبيبي يا اخي. الله يجزاك خير. دايرك توضح للمشاهدين الموقع بالضبط. والله نحن بنقول موقعنا في الناصريه الشرفيه خلف اسواق المزرعه ومقابل لدار العباقره. ده موقع واضح جدا جدا من اسواق المزرعه، انت بتاخذ يمينك على طول اللي هو الموقع خلف اسواق المزرعه حلويات لولي. احنا سعيدين بك كل الساعه. والله انا الازعد يا ود الزين يا اخي بيك وبالشباب الحلوين دي يا اخي. الله يكرمكم ان شاء الله، ودائما مشرفين دارنا الجميله يا اخي. قصه نجاح حلويات لولي، زوروهن. المحل جميل جدا جدا. ان شاء الله يقدموا لكم خدمه جميله. من هنا حلقتنا انتهت. شكرا جزيلا.